ازيكم عاملين ايه؟ انا بنوب خليل ودي قناة مستقبلوجي. اتكلمت في الحلقات اللي فاتت انا وريمون عن الامتحان وشكله ايه وقد ايه الوقت بتاعه وكل التفاصيل دي. لكن دلوقتي عايزين ندخل بشكل عملي، شكل الامتحان ازاي، ارسم ازاي، اتدرب ازاي. فالنهارده هتكون معانا اول حلقات في كورس القدرات. هنتكلم فيه عن اساسيات الامتحان، اساسيات لازم تبقى فاهمها او تعريف معين لازم تبقى عارفها. تعالوا نشوف ريمون بيقول ايه. أنا ريمون أشرم كنت معاكم مع بنوب خليل في أسئلة امتحان القدرات عن فنون تطبيقية وفنون جميلة وفنون جميلة عمارة. هحاول أشرح لكم إيه أهم الأساسيات إني المفروض أعرفها قبل ما أدخل الامتحان عشان أعرف أحل أي سؤال يجيلي، سواء جالي إزاي أرسم عن العيد، سواء إزاي أرسم تصميم، سواء أرسم أي حاجة عن العمارة الخارجية. موجود في حاجتين أساسيين أبدأ أعرفهم. الحاجتين دول إيه هو المنظور الهندسي وعبارة عن إيه، وإيه هو الظل والنور، أتحكم في الظل والنور، يعني ايه اظلل اي مجسم او اي شكل قدامي. هبدا معاكم يعني ايه المنظور الهندسي. المنظور الهندسي ده بيتكون من نقط تهريب، خط افق، خط ارض، خط ارتفاع. خط الافق ده اللي هو عباره عن مستوى النظر، اللي هو انا شايف بعيني فين، خط عيني اللي انا شايف بيه او مرمى البصر بتاعي بتاع عيني هو ده خط الافق. وخط الارض ده الخط اللي انا واقف عليه او الارض اللي انا واقف عليه، متسمى عندنا اسمه خط الارض. كده معانا خط الافق اللي هو مستوى نظري شايفه فين، اللي هو الخط اللي فيه عيني، وخط الارض اللي انا واقف فيه. خط الارتفاع ده اللي انا واقف فيه بالظبط فين على الارض. تمام. نقطة التهريب دي او بمعنى الاصح اسمها نقطة التلاشي ايا كان اسمها، دي اللي بتهرب عليها كل حاجة في الخطوط، يعني كل الخطوط بتتهرب عليها. ان حتى المكعب اجي مثلا لنقط تهريب، كل حاجة في الدنيا ليها نقط تهريب، ليها خطوط المفروض تتهرب لنقطة التهريب عشان يطلع لي المجسم معايا صح. المنظور بيتكون من خط افق وخط ارض ونقطة تهريب. نقطة التهريب بتبقى دايما على خط الافق، ممكن تبقى نقطة او نقطتين. النقطتين ما لهمش مكان معين، ممكن يبقى واحدة هنا والتانية هناك، ممكن واحدة الاتنين هنا، ممكن واحدة هنا وواحدة قريبة من خط الارتفاع. ممكن تبقى نقطة واحدة، النقطة الواحدة ممكن تبقى هنا ما لهاش مكان معين حسب اللي انت عايز تحط النقطة فين. خط الارض ده اللي انا واقف عليه، البني ادم اللي انا واقف عليه، فانا واقف هنا بالظبط. خط الارتفاع ده اللي هو انا واقف، نعتبر ان الخط ده بالظبط بني ادم واقف. وخط الافق ده اللي هو خط مستوى النظر، اللي هو خط نظري انا شايف فين، اللي هو خط مرمى البصر، اللي هو انا عينيا هتشوف ايه. نيجي كده نفتكر واحنا مثلا شايفين شريط القطر على اوله واسع قوي، وتيجي في نهايه القطر بحيث اللي هو انتهى شريطين القطر انتهى بنقطه. ده بسبب اللي هو نظريه المنظور، بسبب نقطه التهريب. لما اجي ارسم مكعب هنا، اي حاجه في اي اشكال في الدنيا ليها نقط تهريب وليها منظور هندسي. بمعنى لو حابب اعمل ثلاجه او غساله او اي مكعب، لازم يروح على نقطه التهريب، لازم اعمل خطوط تهريب تروح لنقطه التهريب. ممكن تبقى تطلع لفوق لخطوط التهريب او لتحت. الجزء اللي فوق ده اسمه مستوى فوق مستوى النظر، واللي تحت اسمه تحت مستوى النظر، لان انا عارف ان انا عينيا شايفه هنا ورجليا واقفه على الارض هنا، فبالتالي ان انا طبعا عينيا هنا بالظبط مستوى هنا، فبالتالي فوق مستوى النظر الجزء اللي فوق ده اسمه فوق مستوى النظر، واللي تحت اسمه تحت مستوى النظر. فكده احنا عرفنا المنظور الهندسي بيتكون من خط افق اللي هو عليه نقط الهروب، وخط ارض اللي انا بقف عليه، ونقطة التهريب دي اللي هو خطوط الشكل او المجسم اللي قدامي بتروح عليه. كده احنا اتفقنا ان ده اسمه خط افق اللي هو خط مستوى النظر اللي هو برضه عليه نقطة تهريب، بمعنى صح ان ده مرمى البصر. وده خط الارض برضو ده اللي انا واقف عليه. خط الارتفاع ده اللي هو المكان بالظبط اللي انا واقف عليه. خط الارتفاع ده ممكن يجي يمين شمال، في اي يمين او شمال حسب اللي هو انا واقف فين، بحيث ان خط الارض ده اللي هو الارض نفسها اللي انا واقف عليها، وده نظر عيني. ممكن المسافة دي تقل على حسب انا واقف، انا قاعد، انا على ارتفاع فين بالظبط. ان هو ده بالظبط الخط الارض ده اللي هو الارض بتاعتي اللي انا واقف عليها. وخط الافق ده اللي هو مرمى عيني، بمعنى اصح ان لو الانسان الطبيعي مثلا طوله 170 سم او 180 سم، يبقى المسافه دي المسافه ما بين الارض بالظبط اللي هو رجليا لغايه عيني فوق، اللي هو ممكن تبقى حوالي 165 170. واحنا اتفقنا ان الجزء اللي فوق ده اللي فوق خط الافق، الجزء اللي فوق ده اسمه فوق مستوى النظر. طب تحت خط الافق اسمه تحت مستوى النظر.
ليه اتسمى فوق مستوى النظر وتحت مستوى النظر؟ لان ده مستوى نظري، فبالتالي اي حاجه فوقيه هيبقى فوقيه فوق مستوى النظر، وتحت هيبقى تحت مستوى النظر. بالتالي ده المكعب ده تحت خط الافق، فبمعنى ان هو تحتيه، عشان كده انا شايف السطح بتاعه وشايف الجزء اللي على اليمين والجزء اللي على الشمال. طب لو المكعب ده فوق زي هنا مثلا كده، انا شايف القاعده بتاعته واللي اليمين واللي في الوش. فهمتوا ان يعني ايه فوق مستوى النظر وتحت مستوى النظر؟ طب نيجي مثلا ازاي نرسم المكعب. لما اجي ارسم المكعب دلوقتي انا عارف ان في نقط تهريب، لازم استخدم نقط تهريب ولازم استخدم خطوط التهريب. دلوقتي انا عارف مثلا المكعب بتاعي ارتفاعه 5 سم، فهبدا احدد خط ارتفاعه 5 سم. ممكن احدده في اي مكان، هنا 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 هنا، في اي مكان في الجزء ده. بس خليكم عارفين ان انتوا هنا هيبقى فوق مستوى النظر وتحت مستوى النظر. هنا بالظبط هيبقى في مستوى نظر. لو انا عملت المكعب هنا هيبقى في مستوى نظري بالظبط. لا، مش هشوف ولا وجه فيه. ليه مش هشوف ولا وجه فيه؟ لان هو في وشي بالظبط، لا تحت ولا يمين ولا شمال ولا اي حاجه، هو في وشي، فهشوف وجه واحد زي هنا بالظبط. حطيته هنا هشوفه زي اللي هنا. تمام. هبدا احدد الارتفاع بتاعي. حددت الارتفاع بتاعي. بعد ما احدد اتحول معايا الخط ده كون معايا نقطتين، نقطه فوق ونقطه تحت. هبدا اهربها يمين لنقطه التهريب، النقطه اللي فوق والنقطه اللي تحت، وابدا اهرب نفس النقطتين نقطه التهريب الشمال، هبدا اهربها لفوق. هربت الخط ده يمين وشمال لنقطه التهريب، اتكون معايا خطين لنقطه التهريب. فانا عايز اكمل معايا بقيه الوجه ده، هقفل لنهايته يا هنا يا هنا يا هنا، حسب انا عايز نهايته فين او هنا. بعد ما اقفل النهايه هنا هتطلع معايا نقطتين، نقطه فوق ونقطه تحت. دلوقتي النقطه دي متهربه يمين، صح؟ ناقص لها تتهرب فين؟ ناقص لها تتهرب شمال لنقطه التهريب الشمال، هقربها شمال فوق. تمام. كذلك النقطه اللي تحت، بس انا النقطه اللي تحت هتكون معايا القاعده، بس هي مش هتبان اصلا لما اجي اوديها لهناك. هي قاعده مش هتبان اصلا، ولما اجي اودي النقطه دي برضو لهناك برضو القاعده تحت مش هتبان اصلا. فبالتالي مش لازم اهرب النقطه اللي تحت، ان انا عارف انها مش هتبان لانها قاعده. بعد ما خلاص عرفت ان دي النهايه بتاعتي وهربتها لليمين، اساسا متهربه يمين، فخلاص ههربها للشمال. كده جبت الوجه ده. ناقص الوجه ده اجيب نهايته. ممكن اخلي نهايته هنا او هنا او هنا، اي مكان انا عايزه. جبت نهايته. دلوقتي انا عارف النقطه دي متهربه شمال اهي، متهربه شمال، ناقص لها تتهرب يمين، ههربها يمين. اصبح معايا ان الوجه اللي فوق اتكون في الاخر لما هربت النقطه دي لنقطه التهريب اليمين والنقطه دي لنقطه التهريب الشمال. كون معايا الخط ده كده والخط ده كده، اصبح معايا السطح بتاعي. باختصار كده بسرعه، ازاي اعمل المكعب؟ لازم احدد الارتفاع بتاعي، ارتفاع المكعب معايا ازاي، وهرب الارتفاع ده بيكون معايا نقطتين، اهرب النقطتين دول لليمين وللشمال. بعد ما هرب هيتكون معايا 3 اضلاع. فاضل كام؟ فاضل ضلع واحد للمربع ده. عملت نهايه الوجه ده، هبدا اهرب برضو، ظهر معايا نقطتين ههربهم للجزء الشمال. نفس الموضوع في الجزء في الوجه اللي على الشمال ده، هيصبح معايا المكعب كله والوجه اللي فوق. تمام. ده منظور للمكعب بنقطتين تهريب. في منظور للمكعب بنقطه تهريب واحده، فيه اللي هو اللي تحت. حاولت اعمل لكم كل الاشكال سواء فوق او تحت بحيث تفهموا اكتر. دلوقتي انا خليت نقطه التهريب في النص. انا عارف كده ان نقطه التهريب في النص، ان ده كده خط الافق بتاعي، ان انا عرفت ان نقطه التهريب على خط الافق بتاعي. اصبح كده ان اي حاجه فوق خط الافق بقى فوق مستوى نظري. طب اي حاجه تحت خط الافق تحت مستوى نظري. ازاي بقى؟ هقول لكم ازاي. دلوقتي انا فوق شايف المكعب ايه؟ شايف القاعده بتاعته، شايف القاعده بتاعته. ده دليل ان ده فوقيه، فوق المكعب نفسه فوقيه، اعلى من مستوى عيني عشان اشوف القاعده بتاعته. طب نيجي للمكعبات اللي تحت مستوى نظري. شفت الاسطح بتاعتهم، فده دليل برضو ان ده تحت مستوى النظر. وعارف برضو ان انا عينيا هنا بالظبط. طب لما نيجي نركز في المكعب اللي في النص ده، هشوف ان انا شايف وجه واحد. لا، هو انا
مش شايف وجه واحد، او انا مش شايف مربع، هو انا بسبب ان هو قدام وشي بالظبط، فانا مش شايف لا الوجه اليمين ولا اللي فوق ولا الشمال ولا اللي تحت بسبب ان هو في وشي. طب لما اجي احركه يمين شويه هبدا اشوف الوجه اللي على الشمال ده. طب لو حركته شمال شويه هبدا اشوف الوجه اللي على اليمين ده. طب لو انا المكعب ده نفسه طلعته لفوق يمين هشوف معايا 3 اوجه، 1 2 3. اشوف القاعده بتاعته والوجه اللي على الشمال والمربع. كذلك تحت. دلوقتي هي انا اتفقنا ان دي عينيا اللي انا شايف بيها وانا واقف هنا بالظبط، وخط الارض تحتي. فلما كده المكعب ده انا حاسه فين؟ هيبقى تحت يمين. ليه؟ ان انا واقف هنا. فهشوف معايا 3 اوجه، السطح والشمال والوجه اللي في وشي. فكده اتفقنا ان دي اقدر اعمل منظور بنقطة تهريب واحدة، وممكن اعمل منظور بنقطتين تهريب. واتفقنا برضو ان هو عشان اعرف اعمل منظور لازم يبقى فيه خط افق اللي هو خط مستوى نظري اللي انا شايف فيه كل حاجة، وخط الارض اللي انا بقف عليه واحدد كل حاجة عليه، وخط الارتفاع ده اللي هو انا واقف فين بالظبط. خط الارتفاع ده قلنا ممكن يجي يمين شمال، اتحرك يعني انا يمين شمال. والمسافة دي زي ما قلنا ان ده حسب ارتفاعنا. انا ممكن خط الافق ده ينزل لهنا. ليه؟ بمعنى ان انا قاعد مثلا على الارض، ارتفاعي من على الارض بالظبط حوالي 50 سنتي. فبالتالي لو المكعب ده متر انا هشوف من النص بالظبط زي هنا كده، زي هنا. بمعنى لو انا خط الارض معايا هنا وده خط الافق، فبالتالي انا كده شايفه من هنا بسبب ان انا قاعد على الارض. كده اتفقنا عشان نعمل اي مكعب لازم نقط تهريب، خطوط تهريب، خط افق احدد عليها نقطة تهريب. وان المكعب الشكل الاساسي ان انا اعرف ابني عليه اي حاجة. ممكن اعمل بوتاجاز، تلاجة، كرسي، ترابيزة. عرفت اعمل المكعب بنقطة تهريب هعرف اعمل اي شكل تاني. ممكن اعمل عماير منه لان العمارة نفسها عبارة عن بوكس كبير. دلوقتي هحاول اشرح لكم اللي انا فهمت لكم هنا نظري بطريقة عملية، طريقة المكعب. لو انا مسكت المكعب كده خليته في مستوى نظركم، شايفين ايه؟ هتلاقي شايفين الوجه ده بس، اما الوجه اللي فوق لا، ولا الوجه اللي تحت. طب لو انا رحلته يمينكم هتشوفوا ايه؟ هتشوفوا ان الوجه ده والوجه ده، اما اللي فوق واللي تحت لا، بسبب ان هو لسه في مستوى النظر معايا. طب لو انا رحلته يمين هتشوفوا الوجه ده والوجه ده ان هو لسه برضه في مستوى النظر. طب لو انا نزلت تحت مستوى النظر هتشوفوا ايه؟ هتشوفوا 3 حاجات اللي هو ده 3 اوجه، ده الوجه ده والوجه ده والوجه اللي فوق. طب لو انا رحلته في النص كده هتشوفوا كام وجه؟ هتشوفوا الوجه ده والوجه ده بس، اللي هو برضه تحت مستوى نظري، تحتيه بالظبط، تحت عينيا اهي وهو تحت عيني. طب لو انا رحلته يمينكم تحت هتشوفوا كام وجه؟ هتشوفوا اللي فوق وده وده. لو انا رفعت بقى المكعب فوق مستوى النظري اللي هو ده مستوى نظري، لو انا رفعته لفوق هتشوفوا القاعدة والوش بس. طب لو انا رحلته شمال هتشوفوا القاعدة والوجه ده والوجه في الوش. طب لو انا رحلته يمينكم تاني هتشوفوا ايه؟ هتشوفوا الوجه ده والقاعدة والوجه اللي في وشكوا ده بالظبط اللي انا شرحته لكم هنا. بمعنى ان ده كده مستوى نظري، ده كده تحت مستوى النظر، وده فوق مستوى النظر، وده مستوى نظري. وبكده تكون خلصت أول حلقة في امتحان القدرات. لو عايز تشوف باقي الحلقات اعمل سبسكرايب وفعل الجرس. مستنيكم.